انسي بقى اي طريقة شاورما جربتيها قبل كده. الطريقة دي حلوة قوي، قريبة جدا جدا لطعم المحلات. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا ربع كوباية من الزيت، حطيت عليهم كام قطعة كده من اللية الضاني. اللية دي أساسية في الوصفة، بس لو ما بتحبوهاش ممكن تستبدلوها بمعلقة سمنة بلدي، لكن هي بجد بتخليها طعمها حلو قوي. انا ما بحبش اكل اللية، فشلتها بعد ما نزلت الدهون اللي فيها. بعد كده جبت ربع كيلو من اللحمة، خليت الجزار يقطعهولي رفيعة كده للشاورما. حطيتها بقى على الزيت السخن ده، وحاولت كده ان انا يعني افصلها عن بعضها قطع اللحمة عشان كلها تستوي. وجبت بصلاية كده صغننة خالص خالص مبشورة، ورحت منزلاها على اللحمة بتاعتي. قلبتها كده لحد ما كلها اخدت اللون الرمادي ده، واللون البينك اللي في اللحمة اختفى. حطيت بقى التوابل، نص معلقة صغيرة من الفلفل، ربع معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، وربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون. قلبت بقى كويس جدا التوابل دي وغطيت عليها. وكل 5 دقايق كده كنت بحط لها حوالي ربع كوباية مية مغلية. كررت الخطوة دي حوالي 5 أو 6 مرات خلال ما اللحمة استوت. عرفت ان اللحمة بتاعتي استوت لما دقتها ولقيتها مش بتشد ولا اي حاجة. هنا بقى زودت بصلاية وفلفلاية رومي، قلبت كويس جدا لحد ما دبلوا شوية. وبعد كده زودت طماطماية متقطعة صغير، غطيت عليها وسبتها شوية كده بس مش كتير علشان ما تتحولش لصلصة. بعد كده قفلت النار وزودت كده ربع حزمة من البقدونس، بتديها طعم حلو جدا زي اللي بره. وشوية سلطة طحينة حوالي ربع كوباية بس. قلبت كده كويس قوي الحاجات دي مع بعض، كل ده طبعا وانا قافلة النار. شكلها بقى بيتكلم عن نفسه. جبت بقى عيش سوري وحطيت فيه كده الشاورما الخطيرة بتاعتنا، لفيته بقى رول زي السندوتشات اللي بتتباع بره بالظبط. ممكن كمان تقدميها مع العيش الكايزر زي ما المطاعم يعني بتقدمها، بجد بتبقى حلوة جدا. ودي شاورما مصري مش شاورما سوري، يعني طبعا في فرق كبير قوي ما بينهم. ممكن كمان في الاخر تزودي كده فحمية مع الشاورما، هتديها طعم الفحم. هنا انا دهنت كده فرشة سمنة على الوش علشان الكراست الفظيع بتاع السندوتشات ده. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.